بنبدأ فيلمنا في كتاب لقصص الأطفال اللي بيكون فيه ولد اسمه هارولد اللي لما كان لسه ولد صغير أخد قلم تلوين بنفسجي عجيب لأي حاجة بيرسمها بيه بتبقى حقيقة، وعلشان ما يحسش بالوحدة قرر هارولد إنه يرسم اتنين صحاب غزال وقنفذ. من ساعتها بدأ يستخدم القلم البنفسجي ده علشان يعمل عالم جوه كتابه ويعيش مغامرات جامدة مع أصحابه. وبمرور السنين هارولد بيكبر بيبقى شاب ذكي بيعرف يحل أي مشكلة بقلمه السحري، لكنه في يوم من الايام لما عرف انه يقدر يخلق اي حاجه في العالم بتاعه هارولد بدا يفكر امال مين اللي خلقني، عشان فجاه بيسمع صوت بيناديه من مكان مش معروف بيقول له ان هو اللي صنعه. الصوت ده بيقول له انه خلقه بقلم خاص وان هو عايش في العالم الحقيقي، عالم مليان الوان بس اصعب كتير من عالم الخيال. هارولد بقى مهووس انه يكتشف العالم الحقيقي ده، واكتر من مره بيطلب من الراجل العجوز ان هو يروح لكنه بيمنعه. تاني يوم بيصحى هارولد بيبقى عايز يكلم الراجل العجوز ده بس مفيش اي رد. هارولد واصحابه بدأوا يدوروا عليه في كل حتة بس ملوش أي أثر. فهنا بيقرر هارولد إنه يستخدم قلمه البنفسجي تاني ويعمل بوابة تنقله للعالم الحقيقي. من غير ما يفكر كتير عدى من الباب وفجأة بقى شكله زي البني آدمين بالظبط، والغزال بيعدي من الباب معاه لكن القنفذ بيتساب ورا اللي زي هارولد بالظبط. اول ما بيعدي من الباب بيبقى شبه البني ادمين بالظبط. نفس الوقت ده بيشوف هارولد رجل كبير في السن قاعد جوه ميدان بيفكروا ان هو الصانع بتاعه، بيجري عليه ويحضنه بس زي ما كان متوقع الرجل العجوز ضربه بالعصايه، وده اثبت لهم طبعا ان ده مش الصانع الحقيقي. فبيقرر هارولد والغزال بتاعه ان هم يدوروا على الراجل العجوز الحقيقي بتاعهم. بيرسم هارولد بقلمه البنفسجي السحري عجله عشان يطلعوا يلفوا بيها في المدينه. بعد شويه بنشوف القنفذ اللي نجحت انها تعدي من الباب وبتوصل للعالم الحقيقي وتحولت لبنت صغيره شكلها كيوت. شوف هارولد والغزال بتاعه هما بيعدوا الشارع كانوا هيخبطوا عربيه ست اسمها تيري مع ابنها. الحادثه دي خلت الغزال لثواني يرجع لشكله الاصلي بس رجع تاني لبشريته ووقع هو وهارولد من على العجله. بعدين بيكتشفوا ان الحادثه دي عملت خرم في كاوتش عربيتها. بتتصل تيري تطلب المساعده لكنها ما تعرفش ان هارولد هو اللي صلح الكاوتش بتاعها، وده خلى ابنها ميل الصغير ينبهر جدا ويعجب بقوه القلم بتاع هارولد. فعشان كده تيري بتشكر هارولد انه ساعدها انها تصلح العربيه، واقترحت عليهم انهم يباتوا النهارده عندها في البيت في الجراج بتاعها. لما بيوصلوا البيت ميل بينادي على هارولد عشان يوريه الرسومات بتاعته، وهارولد بينبهر جدا بابداع الولد الصغير ده. بس ميل بيبدا يساله انت ازاي بتعمل كل الحاجات السحريه دي؟ بيقول له ان كل ده بسبب قلم البنفسجي، فبيديهوله يجربه. اللي بيرسم في الهواء حيوان غريب نصه دبانه ونصه عنكبوت، وفجاه بيتحول الحيوان ده لحيوان حقيقي. بنشوف تاني القنفذ وهي بتحاول تدور على اصحابها وبتكون مشيت ورا اثار اقدامهم ووصلت لقصر فخم، ومن غير تفكير بتدخل وبتاخد هدوم وحاجه تاكلها. فجاه الانذار بيضرب وعلى حظها الوحش بتيجي تهرب من الجنينه بس الكاميرات بتجيبها. تاني يوم بتصحى تيري من النوم بتلاقي الوضع غريب جدا، كميه كبيره من الفطاير موجوده على الترابيزه، وبتروح تتكلم مع هارولد اللي كان مع ميل والغزال بيشربوا شويه قهوه. قال ان هو عمل كل الفطاير دي بقلمه البنفسجي وكمان جدد لها دهان البيت كله من بره. بس طبعا تيري ما بتصدقش حكايه القلم البنفسجي ده وبتقول له انه لازم يمشي هو وصاحبه دلوقتي. وفعلا الاتنين بيسمعوا كلامها، بس قبل ما بيمشي هارولد بيدي الميل حته من قلمه كهديه. فعرفان ان بالجميل بيقرر ميل ان هو يساعد هارولد والغزال بتاعه ان هم يدوروا على الراجل العجوز. وفي وقت ما هم ماشيين في الشارع بيلاقوا راجل عجوز في نص الشارع. هارولد بيجري عليه عشان يحضنه بس الراجل العجوز بيضربه بحركه غريبه. بعد كده بيلاقي هارولد منشور على الارض بيتكلم عن مكتبه المدينه، بيقرر يروح هناك يدور على اي دليل يساعده، وبيرسم لوح تزلج وجزمه تزلج عشان يوصلوا هم الثلاثه بسرعه. بيوصل الثلاثه المكتبه وبيقابلوا جاري امين المكتبه اللي بيكتب قصص خياليه للكبار، اللي لما بيشوف ميل بيقرر ان هو يساعده علشان يرضي بس امه تيري اللي هو بيحبها. بيدوروا كتير بس ما بيلاقوش ان في معلومات كفايه موجوده على النت عشان يلاقوا الراجل العجوز ده. فجاري اقترح عليهم ان هم ما يستنوش اكتر من كده وانهم يحاولوا يجذبوا الراجل العجوز ده. هارولد بيتحمس للفكره وبيستخدم قلمه البنفسجي تاني. خرجوا من المكتبه وهارولد بدا يرسم طياره كبيره بقلمه. في نفس الوقت بيكون جاري باصص عليهم من الشباك اللي بيتفاجئ جدا لما يعرف ان القلم ده فعلا سحري، وده فكره بحكايه قديمه اسمها هارولد والقلم البنفسجي. فبيبدا يدور في المكتبه وبيكتشف ان الواد ده بالقلم ده شخصيه خياليه كتبها مؤلف اسمه كروكيت جونسون. جاري بتجيله فكره شيطانيه خطيره انه بالقلم البنفسجي ده يقدر يبقى كاتب مشهور جدا. في الوقت ده بنشوف هارولد واصحابه بيطيروا بالطياره فوق المدينه، ولما وصلوا عند السحاب هارولد شغل الدخان الملون بتاع الطياره وقعد يرسم رقم تيري في السماء علشان الراجل العجوز يشوفه ويتصل بيهم. بسبب حركه الطياره رجع الغزال لشكله الاصلي وخرم الطياره فاشتغلت كراسه طوارئ والاتنين اتحدفوا بره، بس هارولد نجاهم كلهم لما رسم باراشوت. بالصدفه الثلاثه بداوا يهبطوا قريب من مدرسه ميل اللي كان متاخر على الحصه بتاعته. هارولد والغزال قرروا ان هم يسيبوا ميل يروح المدرسه وقعدوا يبصوا على الرساله اللي هم كتبوها في السماء: يا عجوز كلمني، وكاتبين رقم تيري. بس هم ما كانوش يعرفوا ان كتير من العواجيز هيبداوا يتصلوا بتيري
عشان فاكرينها محتاجه يعني حد تتجوزه. بنروح لتيري وبنشوف انها اتعذبت من مكالمات الناس الغريبه، ومديرها بدأ يزعلها في الشغل عشان بتستخدم الموبايل كتير. تيري اللي كان يومها سيء جدا بقى اسوأ لما شافت هارولد والغزال وصلوا السوبر ماركت اللي بتشتغل فيه عشان تقابلهم وتكتشف ان هم اللي ادوا رقمها من غير اذنها للناس كلها. اتعصبت عليهم جدا وقالت لهم ان هم يمشوا، بس فجأة بيجي لها تليفون من مديرة مدرسة ميل اللي بتقول لها ان ابنك اتخانق في المدرسة وضرب واحد من زمايله في مناخيره. فهنا بتضطر تيري انها تروح تجيب ابنها من المدرسة، بس لو سابت شغلها المدير هيطردها. وهنا هارولد والغزال بيعرضوا ان هم يساعدوها ومن غير خيارات كتير طبعا بتوافق. تديهم يونيفورم وبتقول لهم ينقلوا شوية حاجات كده من رف للتاني. الاتنين فعلا بينفذوا اوامرها، بس بعد شويه بيحسوا ان المهمه دي متعبه، بيقرروا يروحوا الممرات يساعدوا الزباين. الغزال لفت نظره تلفزيون كبير في المحل، راح يتفرج عليه ولبس السماعات يسمع كل حاجه. وهارولد بدا يستخدم قلمه البنفسجي عشان يساعد الزباين، بس للاسف بوظ كل حاجه عشان يساعد ست عجوزه توصل للرف العالي، بس عمل لها مشاكل في الجزمه ووقعت على الارض. بعدين لقى ولد صغير كان بيلعب بهليكوبتر لعبه، فهارولد قرر انها يعملها هليكوبتر حقيقيه، واللعبه طارت وخربت المحل كله. بعد دقايق رجعت تيري للشغل، لقت المكان كله متدمر. راحت تواجه هارولد والغزال، بس لما المدير عرف انها هي اللي سابتهم يعملوا الفوضى دي طردها من المحل. تيري كانت متضايقه جدا، بس ميل اقنعها ان اصحابه كانوا بيحاولوا يساعدوها وانها كده كده احسن من غير الشغل ده خلى تيري تقبل اعتذار هارولد والغزال، وخرجوا كلهم يتمشوا في البار. بدات تتكلم معاهم تيري واعترفت ان حلمها الحقيقي كانت تبقى عازفه بيانو محترفه، بس لما جوزها مات حسس انها ضيعت موهبتها دي. لكن بيقرر هارولد ان هو يساعدها تاني، وبيرسم بقلمه البنفسجي بيانو في نص البار، ويطلب منها هارولد انها تعزف اغنيه، مع انها كانت خايفه عشان بقالها كتير ما عزفتش. وافقت، وموهبتها في البيانو لفتت انظار الناس كلها. بعدين بنشوف اتنين محققين كانوا بيحققوا شكوى من العجوز اللي كان معاه عصايه، اللي هارولد والغزال قربوا منه من كام يوم في الجنينه. وفي كاميرات الجنينه خدوا صوره للمشتبه فيهم وبداوا يدوروا عليهم. كمان بداوا يدوروا على القنفذ اللي اتصورت بكاميرات البيت اللي اقتحمته. في نفس الوقت ده بنرجع للقنفذ اللي كانت لسه بتدور على اصحابها، ولقت اثار اقدام ليهم في الطريق. راحت تدور في مطعم صغير وشافت شويه حاجات واكل ملون بالبنفسجي، بس اتخانقت مع واحده من الجرسونات وبدات تتعصب جدا وتاكل كل حاجه في المطعم من غير ما تدفع، وحاولت تهرب. بالصدفه الاتنين المحققين كانوا بيلفوا بعربيتهم جنب المطعم وعرفوها على طول وجريوا وراها، بس القنفذ نجحت انها تتخبى فوق شجره عاليه. نرجع تاني في الجنينه عند تيري اللي كانت خلصت عزفها وكل الناس سقفوا لها، وبنشوف جاري اللي كان راكب عربيته بالصدفه جنب الجنينه، ولما شاف تيري نزل يبارك لها على الموهبه دي. كمان قال لهارولد انه عرف مين اللي صنعه، ووعدوا يساعده انه يلاقي العجوز ده. لكن ميل كان شاكك في طيبه جاري وطلب ان هو يروح معاهم، بس امه قالت له انهم لازم يرجعوا للبيت دلوقتي. هارولد والغزال فعلا بيتحركوا مع جاري، المكان هادي جوه الجنينه، والكاتب بيكشف لهم هم جايين منين، ووراهم كتاب هارولد وقال ان خيال المؤلف كروكيت جونسون هو اللي خلاهم حقيقه. في نفس الوقت ده بيظهر القنفذ واخيرا بيلاقي اصحابه، بس اللمه دي بتتفركش بسرعه لما المحقق سيلفا بينط على القنفذ وبيكلبشها. مش بس هي، كمان هارولد والغزال، والثلاثه بيتاخدوا على السجن، بس بيقرر الثلاثه ان هم لازم يهربوا. لما سجين تاني اتسجن معاهم القنفذ لفتت انتباه الشرطي، فالغزال نجح انه يتسلل من الباب من غير ما حد ياخد باله، وبياخد القلم البنفسجي بسرعه، وهارولد بيرسم بيه كره حديد وبيكسر بيها حيطان السجن. تاني يوم الصبح ركب الثلاثه موتوسيكل وراحوا عند مدرسه ميل. الولد شاف اصحابه من الشباك وجري يكلمهم، بس زمايله اللي اتخانق معاهم رجعوا ضايقوه من تاني، حبسوه في المخزن واستهزأوا بيه. بس هو افتكر حته القلم البنفسجي اللي هارولد اداها له قبل كده عشان يرسم بيها كائن خيالي اسمه كارل، مزيج من تنين وطير، والمخلوق ده طلع حقيقي وقوته رهيبه كسرت باب المخزن وحررت ميل. عشان يخرج ميل لاصحابه الثلاثه ويبداوا يدوروا على كروكيت جونسون، بيبدا ميل ان هو يستخدم موبايله عشان يدور على مكان كروكيت اللي كان بعيد في منطقه مليانه شجر. بس واخيرا بيلاقوا البيت، وهارولد بيجري عشان يقابل الراجل العجوز بنفسه. لكن ست بتفتح الباب وبتقول لهم بحزن شديد ان كروكيت جونسون مات وبيته بقى متحف لجميع اعماله. الخبر ده بيصدم الكل وخصوصا هارولد اللي بيفهم ليه هو واصحابه ما سمعوش صوت الراجل العجوز ده تاني. بعد شويه بتظهر تيري قدام المتحف لان مديره المدرسه بلغتها ان ميل هرب. بتزعل ابنها عشان هرب، وبتقول لهارولد انه يبعد عنها وعن الواد لان وجوده جاب مشاكل كتير، بس هارولد بيعتذر. بيحس هارولد ان طول حياته كان بيعمل حاجات غلط. وفي وسط حزنهم الغزال والقنفذ لاحظوا ان العجله اللي هارولد عملها بتبدا تختفي. مش بس كده، هما كمان بيختفوا وكأن سحر القلم بدأ يضعف. وبنلاقي كمان كاوتش عربية تيري الاحتياطي بيختفي في نص الطريق، وهي وابنها كانوا هيعملوا حادثة كبيرة. بنروح لهارولد اللي كان بيتمشى لوحده على الطريق وهو حزين جدا، لحد ما جاري بيظهر بعربيته وبيوعدوا ان هو هيساعده. بياخدوا معاه وبيتحركوا على المكتبه، وفي الطريق بيعدوا على عربيه تيري، وميل بيشوف هارولد مع جاري وبيشك ان في حاجه غلط. اللي فعلا اول ما بيوصل البيت بيكتشف ان دهان البيت بتاعهم اختفى،
وبيحس ان في حاجه وحشه هتحصل لهارولد، وفعلا بيروح لتيري وبيحاول يقنع امه انها تساعد صاحبه، بس امه بتقول له انه يرجع اوضته حالا. بعد شويه هارولد بيوصل للمكتبه مع جاري، وجاري بيقنعه انه يديله القلم عشان يرجع كل حاجه زي الاول. هارولد وافق واداله القلم، لكن هارولد ما كانش يعرف نوايا جاري الشريره اللي بيرسم زنزانه وبيقيد هارولد بسلاسل فيها. بنروح لميل اللي كان زهق من الانتظار وقرر انه يهرب من البيت عشان يساعد صاحبه، واول ما بيوصل للمكتبه جاري بيمسكه هو كمان، عشان يقرر جاري انه يستخدم القلم ويدمر الارض والسقف، وبيسيب هارولد وميل محبوسين مالهمش اي مكان يهربوا منه. وبيرسم عربيه بره المكتبه وبيهرب بيها، بس ميل كان لسه معاه حته من القلم في جيبه عشان يرسم بيها مفاتيح لفك السلاسل. بعدين بيرسم بالونه كبيره وبيطلعوا هما الاتنين يدوروا بيها على جاري، وبسبب شجاعه ميل ده خلى هارولد يؤمن بنفسه من تاني، وكل سحره رجع في اللحظه دي. نفس اللحظه دي بنشوف تيري راحت تكلم ابنها في اوضته، وبتكتشف انه هرب. جريت على العربيه تدور عليه، لكنها بتلاقي دهان البيت بيرجع من تاني، وده بيثبت ان سحر هارولد فعلا حقيقي. تيري طلعت بسرعه عشان تدور على هارولد وميل اللي لقوا جاري بيهرب في الجنينه، واستخدموا خطاف عشان يوقعوا من عربيته. فبيظهر هارولد قدام جاري وبيطلب منه يرجع القلم، بس جاري بيرفض وبيتحدى ان هم يتعاركوا. الاتنين فعلا وقفوا قصاد بعض وطلعوا الاقلام بتاعتهم، وبدات ما بينهم معركه سحر. هارولد بيطلع حبل بيربط بيه جاري، بس جاري بيرد ان هو بيرسم فأسه بيقطع الحبل ده. بعدين رسم جاري سلاح قديم فيه كوره مليانه شوك متعلقه بجنزير، وجري على هارولد عشان يضربه، لكن هارولد بيرسم مروحه كبيره بتزق جاري بعيد، اللي برضه ما بيستسلمش وبيرميه بحجر كبير على هارولد. بس هارولد بيفكر بسرعه وبيرسم دوائر حواليه اللي بترجع الحجر تاني. جاري بيتغلب، بس هارولد بيحاول ياخد منه القلم، بس بدل ما بيديهوله جاري بيبلعه. بسبب كده كل سحر القلم ظهر في جسمه، وجاري اتحول لساحر قوي وشرير. بعد كده بنشوف تيري بتظهر في ساحه المعركه بتدور على ابنها ميل، وعرفت اللي حصل لجاري الشرير استغل الفرصه وعرض عليها تبقى معاه في مملكه جديده هو هيعملها، بس هي بترفض. ومن زعله من رفضها بيطلع رمح كبير وبيستخدم سحره بيحول المكان كله لحفره كبيره. هارولد بيجري عشان يساعد تيري وميل، بس اللافا بترجعه لورا وقلمه وقع منه. في نفس اللحظه دي ميل بيحاول يتصرف وبينادي على صاحبه كار اللي طار على جاري، واول ما التنين الصغير بيرميه بالنار بيرميه جاري بشويه كور قويه جدا اللي بيقع مصاب في الارض. وجاري هنا بيقول انه خلاص انتصر في المعركه، لكن فجاه بيطلع الغزال والقنفذ من تاني وبيرجعوا زي الاول، والاتنين بيطلعوا يساعدوا هارولد. فبتاخد القنفذ القلم وبتديه لصاحبه. هارولد هنا بيرسم دبانه على شكل عنكبوت زي اللي عملها ميل وبيطيرها على جاري. فالدبانه بتدخل جوه بق جاري، وبعدها الغزال بيرجع لشكله الاصلي وبيضرب الشرير بقرونه، الضربه اللي بتخلي جاري يطلع الدبانه من بطنه ومعاها القلم البنفسجي اللي بلعه. وبكده كل سحر جاري الشرير بيتفك وكل حاجه بترجع لطبيعتها. بيتكلم جاري اللي بيبين ندمه على اللي عمله ده، وبيقول لهم ان عمل كل ده عشان كان نفسه يخلق عالم خيالي حقيقي. وبرغم كل اللي حصل قرر هارولد انه يساعده وبيحقق له امنيته، وبيرسم له بوابه توديه لعالم خيالي هو كتبه. بيتبسط جدا جاري وبيمشي في الباب مبسوط، وعشان ما يعملش مشاكل تاني قرر هارولد انه يقفل البوابه، وكار اللي بيدمرها بالنار بتاعته. تاني يوم بنشوف هارولد واصحابه وهم بيزوروا متحف كروكيت جونسون. بيشوف هارولد رسومات وسكتشات الصانع بتاعه، وبيتبسط جدا لما يعرف اصله منين. وبرضه كان عايز يعرف ايه اللي خلى كروكيت انه يصنع شخصيته اصلا، عشان القائم على المتحف بيديله الاجابه مكتوبه من المؤلف بنفسه لهارولد. عشان يكتشف هارولد اخيرا ان شخصيته اتعملت كرمز لقوه الخيال، وان كان عنده امل ان هارولد يشجع الاطفال يبدعوا ويشكلوا عالمهم. الكلام ده اللي فرح هارولد جدا، واخيرا قرر يستخدم القلم البنفسجي ويعمل بوابه ترجعه للعالم بتاعه. لكنه قبل ما يمشي ميل بيديله مجموعه من الاقلام الملونه علشان يضيف حياه لعالمه الخاص. هارولد واصحابه بيشكروه جدا على كل حاجه، وبيرجعوا لعالمهم الخيالي عشان يعيشوا مغامرات جديده. انتوا ايه رايكم في الفيلم؟ لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا ملخصات افلام تانية. اشوفكم المره الجايه، يلا سلام.